بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيرى المسلمون جميعا كما يرى العالم ما تتعرض له مقدسات المسلمين من تطاول ومساس بمكانتها الرفيعة في قلوب أتباعها، ومن ذلك ما يتعرض له المصحف الشريف في دول الغرب، ولا سيما دولة السويد التي تطاولت على مقدسات المسلمين وعلى كتابهم، فرعت ودعمت وحمت من تطاولوا على المصحف بالإحراق والدوس بالأقدام ورميه في الأرض. وهذا كله مما يثير حفيظة المسلمين الذين يبلغ عددهم اليوم ما يقارب من 2 مليار مسلم. وإننا نحذر الغرب جميعا ومن يحمي هذا التطاول وهذا الاستخفاف بأعز ما يملكه المسلمون، نحذرهم من غضبة الأمة الإسلامية. وإننا في هذا الصدد ندعو المسلمين جميعا إلى مقاطعة الدول التي تتطاول على مقدسات المسلمين، ونهيب بكل مسلم بكل محب لله ورسوله غيور على مقدساته أن يقاطع بضائع هذه الدول، وأن يخرج في الساحات والميادين يطالب حكومة بلاده بمقاطعة دولة السويد ومن تحذو حذوها من الدول الأخرى في التطاول على مقدسات المسلمين. وإنه لا خير في قلب بارد يرى هذا التطاول ولا يغضب ولا تتمعر وجوه من يرى هذا الموقف وهذا التطاول. وإننا موقنون ولا شك أن كتاب الله تبارك وتعالى محفوظ، ولن يضره تطاول هؤلاء السفهاء عليه بحجة حرية التعبير ونحو ذلك من الشعارات الكاذبة البراقة. إننا موقنون أن كتاب الله محفوظ، وكما سخر الله تبارك وتعالى له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوه من الصدور ومن الرقاع ومن الأوراق في مصحف واحد، عندما كثر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من القراء والحفاظ في معارك الجهاد، فسخر الله تبارك وتعالى هؤلاء الصحبة الكرام ومن تبعهم وهبوا لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وجمعه. فإننا موقنون أيضا أنه في كل عصر وجيل تنبري طائفة من هذه الأمة المفضلة التي جعلها الله تبارك وتعالى خير أمة للناس، وجعل كتابها اليوم هو الكتاب الوحيد المحفوظ والذي يصل السماء بالأرض، الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى من عنده إلى هذه الأرض ليسير الناس عليه ويهتدوا بنوره ويقتبسوا من ضيائه حتى تسير أمورهم على ما يريد الله تبارك وتعالى، وحتى تتحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.